اشتعل النقاش على قناة بي إن سبورت بين مؤيد لوليد الركراكي وبين معارض له. شاهدوا الفيديو الآن وشاركونا آراءكم في التعليقات. أبرز ما ذكر هذا الرجل: أنا الرجل المناسب لقيادة المغرب نحو كأس أفريقيا، وأنا من سيأتيكم باللقب. طبعا أنا أحترم فيه ثقته بنفسه، أحترم فيه أيضا هذا الإصرار وهذا الطموح، لكن لا أتصور على أنه من اللائق أن نردد هذا الكلام في هذا التوقيت بالذات. أنا أعود بك وبك المشاهدين إلى أشهر مضت، عندما كان المنتخب المغربي في مباريات الودية أو الرسمية يفوز خارج الإقناع، يعني نتائج غير مقرونة بالأداء الجيد. وأنت تعرف أن الجماهير المغربية والصحافة المغربية متشددة في هذه النقطة بالذات، تريد دائما من المنتخب المغربي أن يجمع بين الأداء والنتيجة، لدرجة أنك تصف غير من اللائق؟ لا، بمعنى أنه توقيتها لما تقولها اليوم. أنت ذكرت احنا الآن ليس لما من نضعك اللائق. أنت ذكرت يا بدر ليس من اللائق. ليس من اللائق أنني نقولها الحين. لماذا أقولها في النهاية؟ طيب قبل سنتين وأنت رجل أستاذ في الصحافة، قبل سنتين نعم. صرح الركراكي، قال لا غوارديولا ولا أنشيلوتي أنا من سيحقق بطولة للمغرب. لو أحضرتم غوارديولا ولا أنشيلوتي أنا من سيحقق لكم اللقب. صحيح. وهذا أمر يسعدنا في النهاية، لكن أن يكون الرد موجها للصحفيين بهكذا شكل، قالها مرة ولمنا عليه، اليوم يعود ليكررها. لماذا يكرر؟ كل ما احتدم النقاش وكلما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات والانتقادات على الأداء، لأن الناس متخوفة من مباراة مالي، يقولوا هل بهذا الفريق سنتوج أبطالا لإفريقيا؟ طيب. فلما تدخلك نزعة الشك، هو عايز يرد عليها، لما يرد عليها بهكذا عبارة جازما، وكأنه يفتح عيني في الناس ويقول لهم لا أنا من سآتيكم باللقب. قد تفسر انها ثقة من أنا أقول لك شيء، يجيب لنا اللقب وأنا أبوس راسه، وإذا ما جاب اللقب أنا أقبل راسه، وإذا ما جاب اللقب، إذا ما جاب اللقب يطبق على نفسه ما كان يقوله دائما من أنه سيترك مكانه لمدرب آخر. هو بنفسه قال أنا من سيأتيكم باللقب. ويعطيك الحق في أنك تصفه ليس من اللائق أن يصرح. أنا عند رأيي طبعا، هذا رأيي، ما دام أنه هو بيصرح أنا من حقي أن نعلق عليه ونقول من غير اللائق. فتحي، هذا التصريح الخطأ في الوقت الخطأ. التصريح الخطأ، ونوضح لك في الوقت الخطأ. التصريح الخطأ لماذا؟ لأنه يا الركراكي احنا لعبنا 2 جولات، مشوار مازال طويل. إذا كان من اليوم أنت ما تنجمش تمسك نفسك من الضغوطات، كيف يمكن أن تسيطر على اللاعبين؟ إذا كان من اليوم تسمع في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والناس تنقد رئيسة، تنقد اليوم وغدا وبعد غد، إذن التصريح الخطأ ما حقكش دخلت في هذه اللعبة. بعد جولتين تقول أنا سأوفر الكأس، لا، الواحد تحط على روحك الضغط وانت تحت الضغط، تحت ضغط غير عادي. يمكن واثق. الثقة خليها عندك وعديها للاعبين، تعديهاش للجماهير، لأنه بقدر ما تصرح بهذه الطريقة بقدر ما يكون اللوم غدوة. وقال لك لو يفوز نبوس له راسه، لكن لو ما يفوزش مش لازم نحكي. شنو النتيجة؟ النتيجة خايبة ياسر. بطبيعة الحال إذا كان النتيجة ما يفوزش بكأس مغربية مجند، كل الامكانيات متوفره. طيب شنو النتيجه؟ يمشي يعني سيغادر، ولكن يعطيك الحق كما ذكرت لبدر ان تقول تصريح خطا في الوقت الخطا. سنان يعني تصريح الخطا بهذه الطريقه في الوقت الخطا. فما مدرب نجم اول قبل ما تبدا البطوله يسالوني نقول لهم انا مرشح نحب نفوز بكاس افريقيا، اما بعد جولتين والفريق مركز على مقابله هامه جدا. يريد ان يعني تصريح يكون صارم. لا انا نتصور صارم على اساس انه يوضح ويبعد الشكوك والمخاوف. شوف انا نتصور وليد الركراكي اللي نحبوه وعايش العرب الكل ولا فارق الكل، عايشنا احسن لحظات في كاس العالم، عمرنا ما ننكره هذا. طيب. لكن نتصور وليد الركراكي لازم يهبط شويه من برجه العاشي. وليد الركراكي عنده شويه كبرياء
وليد الركراكي لا لا, لا مش ما لهاش علاقه. لا 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 اختلف معاك تماما. انا نعطي رأيي. برج العاجي طبعا، لانه يظن وانه يملك كل الحقائق وكل الانتقادات خاطئه، وهو الذي يعرف كل شيء. نسيت انه حقق مركز رابع في افضل نسخه موندياليه هنا في قطر، وحقق الاعجاز. يعني قلت لك عمرنا ما ننساه. لكن سامحني، التاريخ نتاعك عام 22 ولا ما يسمح لكش وانك ما تغلطش. شو معناها خاطر وصلت عام 22؟ اختلف معك صح. الكمال لله. اختلف صح. انا اللي نقول له استمع للانتقادات، للنقد ولا للانتقاد. تفضل صابر. بص، كل كلامك انا متفق معاك فيه لحد اخر نقطه، اللي هي لحد انه ينزل من برج العاجي وكبرياء. وليد الركراكي ابعد ما يكون عن هذه الجزئيه. ضغط زايد عليه، قله خبره، اضطر انه يقول التصريح دوت. معاك تماما، لانه اضاف قله خبره الحين يا صابر. اضاف بعد هذا الوقت كله. لسه وليد الركراكي لسه صغير، لسه صغير في العمر. مر واحنا كلنا بضغوطات كاس العالم، احنا بنوصل لحد ما احنا طول العمر بنتعلم. ما فيش مشكله، مش عيب، مش خطا. انما وليد الركراكي يكون مثلا مغرور او متعالي او عنده كبرياء او ينزل من برجه العالي، لا تماما. وليد الركراكي كشخص، وانا اتعاملت معاه هنا في قطر عندما كان مدربا للاتحاد، ابعد ما يكون عن هذه الشخصيه. ولكن اعيب على وليد الركراكي في الوقت نفسه انه بالفعل زود عبء زياده. ده اكتر مدرب عليه حمل قبل انطلاقه البطوله وبعد انطلاقه البطوله، كده هو اللي عليه. طيب انت اختلفت مع فتحي في وصف بدر ليس من اللائق. لا اصل هي كلمه، ان هي ده كلمه مسمى مش لائق. مش لائق، مش طبيعي، مش صحيح يعني. انا مش شايف ان هو فيها كلمه يعني عادي، تصريح عادي. لا كلمه عاديه، لا انا مش شايف فيها حاجه. وحيد، انا اتفق مع صابر في كلمه انه ليس متعالي. انا ايضا تعاملت مع وليد الركراكي هنا، وحتى سافرت معه في سفرياته مع الفريق التحكيم. تعاملت معه شخصيا. اخطا فتحي في وصفه. اكيد انا وليد الركراكي تعاملت معه شخصيا في مؤتمرات بعيدا عن الدوحه، حتى في سفرياته في الخارج. شخصيه ممتازه جدا. ليس متعالي مع الصحفيين، مع الاشخاص العاديين. طيب التصريح الثاني بس التصريح الثاني ان انا املك افضل لاعب في افريقيا، وهو من سيجلب لي كاس افريقيا. يقصد اشرف حكيمي. لازم نعرف السؤال اولا. لما نعرف الإجابة موجودة، لكن السؤال احنا مش عارفين. إذا كان الصحفي سألوا إذا كان أشرف حكيمي هل سيساهم بتحقيق لقب كأس أفريقيا، أكيد سيكون إجابته بهذه الطريقة. وحتى بالنسبة ذكر أشرف حكيمي سيشارك في المباراة القادمة أكيد. وهو سيكون سبب من الأسباب في تحقيق كأس أفريقيا. أكيد أشرف حكيمي، تحدث عن أشرف حكيمي، تحدث عن أفضل، مفروض يكون هو صاحب بالون دور، يعني معاه في التصريح. أكيد. يعني أنا أملك أفضل لاعب في أفريقيا أكيد. سيجلب لي اللقب. تمتلك مفاتيح تحقيق اللقب. واحد من المفاتيح، مش مفتاح واحد. يعني أنا فقط لا بس عشان نصل للنقطة. أنت ذكرت الجزائر، الحين المغرب خلاص راحت ولا؟ لا ها؟ لا انا قلت لك مفاتيح. نحكي عن يعني واحد على المغرب، يعني واحده من المرشحين. انا اشرف حكيمي عنده المفتاح من البيت. فقط حبيت نعلق على النقطه فيما يخص بدر الدين. وليد الركراكي تعرض لانتقادات كبيره في اوقات كان يحقق نتائج جيده، سلسله النتائج، سلسله الانتصارات، وفي كل مباراه يتعرض لانتقادات. جميل. كيف تريد ان يرد للصحافه؟ طيب جميل. فتحي عندك كلمه فقط كلمة. هو ما يعرف وليد الركراكي عنده 6 سنين. انا ما نعرفوش. من بعد هز كاس تعرف من امتى ينجم يتغير الشخص. جميل. قديش من واحد يتغير تماما. حسام حسن ذكر مدرب منتخب مصر ان لا يوجد منتخبات ضعيفه في هذه